أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليكم أخوتي وأخواتي الكرام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذا أردنا أن ننطلق مع هذه الموضوع المهمة انطلاقة غير تقليدية، فنذهب عمليا إلى موضوعة الصدق لنرى كيف أن هناك ثلاث مجاميع أو ثلاث أقسام إذا جاز القول. القسم الأول هو أن الله تبارك وتعالى كيف نعت نفسه بالصدق، قرآنيا طبعا البحث. القسم الآخر أن الله تبارك وتعالى قرآنيا كيف نعت الأنبياء بالصدق. القسم الثالث هو ما يخصنا نحن أنفسنا، كيف أن الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين أنه لابد أن يكونوا ماذا؟ من الصادقين. هذا ثلاث أقسام، ثم ينتج عنه من كان صادقا ماذا سيحصل، ومن كان كاذبا والعياذ بالله إلى أين سيكون. طبعا إخواني الأعزاء، نحن كلنا إن شاء الله من الصادقين، ولكن هناك الكثير مما غفلنا عنه ونتعامل بمجاملات معه، ونعتقد أن هناك كذبة بيضاء وكذبة صفراء وكذبة خضراء، ونعمل العياذ بالله كثير من أبنائنا من شبابنا لعله يغط في مأساة الكذب وهو لا يعلم أنه يسعى إلى جهنم من خلال الكذب. نأتي إلى القسم الأول، وهو أن الله تبارك وتعالى كيف وصف نفسه بمجموعة من الآيات بالصدق، ذلك لأهمية هذه المفردة، لأهمية الصدق في كل حياتنا. الله تبارك وتعالى ينعت نفسه بالصدق. لو نرى في سورة آل عمران الآية 95 ماذا يقول؟ الحق تبارك وتعالى يقول: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الأمر الأول، الله يصف نفسه بماذا؟ بالصدق، لأهمية الصدق. آية أخرى في سورة النساء 122 يقول الحق تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. من أصدق من الله تبارك وتعالى في القول؟ في سورة النساء 87 يقول تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا. مهم، الحديث، القول، الوعد، كلها مهمة. لهذا الله تبارك وتعالى ينعت نفسه بهذه النعوت. بعد في سورة الأنعام 146 يقول الحق تبارك وتعالى: وإنا لصادقون. يصف نفسه الحق تبارك وتعالى أنه صادق. في سورة آل عمران 152 يصف نفسه فيقول: لقد صدقكم الله وعده. إذن هناك صدق في القول، صدق في الحديث، صدق في الوعد، صدق في كل سلوكيات الإنسان. لابد أن يكون الإنسان صادق. هناك صدق قولي وهناك صدق ماذا؟ عملي. طيب، هذا بالنسبة إلى صفات الله تبارك وتعالى، كيف ينعت نفسه الحق تبارك وتعالى بالصدق، لأهمية الصدق. نأتي إلى أنبياء الله، الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وأشرفهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله. في سورة مريم الآية 41: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صديقا
والصديق هو كثير الصدق، دائم الصدق، مستمر، ملازم له الصدق، لهذا يكون ماذا؟ يكون صديقا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذن الأمر الأول أن النبي إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام كان ماذا؟ كان صديقا، كان صادقا. الأمر الثاني سورة مريم الآية 54 يقول الحق تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، بين قوسين، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إذن صفة إبراهيم صديق، صفة إسماعيل صديق صادق الوعد. بعد نأتي إلى الآية الثالثة من سورة مريم آية 56 يقول: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. الصدق ملازم للأنبياء عليهم السلام، ملازم للأولياء. بعد في سورة يوسف على نبينا وآله عليه السلام، في سورة يوسف الآية 46 ماذا يقول؟ يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات. فالصفة للأولياء، الصفة للأنبياء ماذا؟ صفة الصدق لابد أن تكون غالبة عليهم. الآية 37 من سورة الصافات المباركة، هنا يصف الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، يصف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في القرآن بأنه صادق. ماذا يقول؟ يقول فيه: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. صادق، جاء بالحق ماذا؟ وصدق المرسلين. وهنا قضية اعتقادية لا بد لنا من أن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وماذا؟ ونؤمن بالأنبياء السابقين. هنا جاء بالحق وصدق المرسلين. في آية أخرى تأييد واضح لصدق ومصداقية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حينما يقول له: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. كلام النبي، نطق النبي، حركات النبي صلى الله عليه وآله كلها من قبل الله، إذن هي معصومة بامتياز. آية أخرى تؤيد هذه المطالب، تلك الآية من سورة القلم الآية 4 حينما يقول: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق العظيم المصداقية الكاملة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الآن القسم الثالث والأخير هو ماذا؟ هو صفات المؤمنين. من أهم صفات المؤمن هو الصدق. إخواني، أهم صفة من صفات المؤمن أن يكون صادقا، وإلا سوف نستعرض الآيات والروايات التي تبين أن الإنسان إذا كان مو صادق شنو قصده. نأتي الآية الأولى التي ذكرها القارئ الكريم جزاه الله خير قبل قليل في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال ماذا؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. المصداقية بالعهد والوعد مع الله تبارك وتعالى. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصدق مع الله تبارك وتعالى، صدقوا ما عاهدوا الله، أمر في غاية الأهمية. بعد آية أخرى تحدد لنا آلية ومنهجية الإيمان. إخواني، كثير من الناس يعتقد أن الإيمان مجموعة حركات يؤديها الإنسان سواء كانت عميقة أو كانت قشرية. التفتوا إلى القرآن الكريم كيف يبين ماهية آلية الإيمان. ماذا يقول؟ يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لعد شنو؟ لعد وين البر؟ لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، 1، والملائكة والكتاب والنبيين،
اثنين، بعد وآتى المال على حبه، هذا الإنفاق في سبيل الله، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. بعد ماذا؟ وأقام الصلاة وآتى الزكاة. بعد والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. بعد شوف آلية الإيمان. مو حضرتك أنت يعجبك أن تقوم ببعض الحركات تقول هو هذا الإيمان، لا أبدا، التفت، يقول والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، لطيف، وحين البأس أولئك الذين ماذا؟ صدقوا. اللي يقومون بهذه الأعمال هذول الصادقين، هذا هو الإيمان الصادق. يقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن المتقين الصادقين الذين لديهم مجموعة أعمال، هذه الأعمال هي التي تبين ماذا؟ مصداقية إيمان الإنسان. مو أنا يعجبني أن أقوم بحركات معينة أعتقد أنه هي هذا الدين وغيرها بعد ماكو دين، أبدا، هذا الدين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لربما في بعض الروايات قد اعتاد الإنسان على الصلاة والصوم وإذا تركها ماذا؟ استوحش. لا، وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول اختبروهم عند وين؟ عند صدق الحديث وأداء الأمانة. هنا الدين صدق حديث، أداء أمانة. صل بينك وبين ربك، الصلاة واجب، الصلاة عمود الدين، لكن مطلوب منك ماذا؟ صدق حديث، أداء أمانة. أصبحنا الآن في عالم قد فقدت فيه هذه الأمور، ما في أمانة، ما في ثقة، ما في صدق حديث. لهذا المجتمع أصبح في حالة متزلزلة، أصبح في حالة خطيرة الآن، في حالة انحدار. لابد أن نرجع إلى المصداقية، لابد أن نرجع إلى الثقة، لابد أن نرجع إلى الأمان لكي يأخذ بأيدينا الله تبارك وتعالى وتستقر أمورنا في الواقع. طيب، نأتي إلى فقرة أنه ما هو جزاء أهل الصدق. هذول الناس اللي يصدقون إلهم شيء بالآخرة، إلهم شيء بالدنيا، وذولاك الناس اللي يكذبون هل هم يعيشون حالة الإرباك، حالة القلق، حالة الضنك، حالة السترس، حالة الاضطرابات، لو ما يعيشون؟ خلينا نشوف. نأتي إلى الآية الكريمة تبين جزاء الذين كانوا من أهل الصدق. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة المائدة الآية 116، يقول هذا يوم ينفع الصادقين ماذا؟ صدقهم. هذا الجماعة اللي كانوا يصدقون بالدنيا وحياتهم في حالة من الاستقرار والراحة والأمن والأمان، يوم القيامة كيف يكون لهم؟ يكون لهم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. سيدي ماذا لهم؟ قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. إذن هناك جنات تجري من تحتها الأنهار لمن كان صادقا. هذا الصدق إخواني، وبما أننا أشرفنا على نهاية الوقت، هذا الصدق لا بد له من قدوة ومن أسوة. لا يمكن تحقيق الصدق بلا أن يكون لديك قدوة وأسوة حتى تقتدي به. لهذا ترى الحق تبارك وتعالى في سورة التوبة يبين لنا فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنتم تردون تمشون في طريق الله في تقوى من الله تبارك وتعالى، لابد أن تكونوا مع جماعة. هذه الجماعة لابد أن يكونوا من الصديقين من الصادقين، فإذا كنا مع الصادقين نجونا. وكلنا نعلم بدون أن نكلف أنفسنا ونقول من هم الصديقون والصادقون، نعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الصديق الأكبر. لا يغرك فلان وفلان،
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم هو الصديق الأكبر، فلا بد لنا ماذا؟ أن نكون مع الصديقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه المعية إذا كنا مع أمير المؤمنين مع أهل البيت عليهم السلام، المعية العملية لا المعية القشرية أخواني. المعية العملية أننا نقتبس من أخلاقياتهم، نقتبس من سلوكياتهم، نأخذ من حركتهم بالمجتمع، فنتعلم، فنحب تلك الأعمال، فنعمل ضمن تلك الأعمال لنكون على الصراط المستقيم. في نهاية المطاف أخواني أذكر لكم رواية. هذه الرواية في الحقيقة إن شاء الله تكون منهج عمل لنا جميعا. يأتي رجل إلى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله فيقول: يا رسول الله، المؤمن يزني؟ قال: بلى. المؤمن يسرق؟ قال: قد يكون ذلك. عفوا، المؤمن يزني؟ قال: قد يكون ذلك. الرواية موجودة في بحار الأنوار. المؤمن يسرق؟ قال: قد يكون ذلك. قال: يا رسول الله، المؤمن، التفت لي إلى هاي الأخيرة، المؤمن يكذب؟ قال: لا، لقوله تعالى. شوف شو العلة مالتها، ليش المؤمن ما يكذب؟ قال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. المؤمن ما يكذب يا أخواني. المؤمن ممكن يقوم، ما فينا واحد معصوم، نسأل الله أن يعصمنا من الزلل ويسددنا في القول والعمل، لكن المؤمن لا يكذب، لأنه إذا كذب فعل كل تلك الفواحش. فأخواني الأعزاء، إذا استطعنا أن نمسك أنفسنا عن الوقوع في الكذب ونكون مع الصادقين بصدقنا، ترجع الثقة والائتمان بين أفراد المجتمع اللي انفقدت من زمان. أنا أذكر لكم هذا المختصر، قصة بسيطة صغيرة جدا وأختم إذا يسمح الوقت والأخ المخرج يعطينا مجاز. في أحد البلدان كانت لدي محاضرات، وكان الحضور في تلك البلدان من أبنائنا المسلمين العراقيين وغير العراقيين. فكنت أتكلم عن الصدق، وإذا بفتاة صغيرة بعد المحاضرة قلت: منو عنده سؤال وجواب؟ قالت: أنا عندي سؤال. قالت: مولانا، بعد هم أكو ناس بالدنيا ما يكذبون؟ شنو تفتهمون من هذا السؤال أخوان؟ قلت: ليش بنتي، هواية ناس ما يكذبون. قالت: ما شفت. الأم تكذب، الأب يكذب، هي تقول الأخوة يكذبون، بالمدرسة كذب، بالشارع كذب، ما شفنا واحد يصدق. إخواني، مسؤوليتنا كل واحد خصوصا، مسؤوليتنا أمام أبنائنا، مسؤوليتنا أمام إخواننا، مسؤوليتنا أمام مجتمعاتنا أن نكون صادقين حتى نعيش حالة السعادة في الدنيا وحالة الاستقرار وجنات تجري من تحتها الأنهار في الآخرة. وسيد أبناء الصديقين سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، هذا الصديق الذي صدق ما عاهد الله حينما وفى بوعده. نقرأ زيارة أبي الفضل العباس عليه السلام: أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك، مقتديا بالصالحين ومتبعا للصديقين، صديق ابن صديق. لهذا كانت تلك العاقبة العظيمة وهذا المقام العظيم الذي ما قصده صاحب حاجة في آناء الليل والنهار بحاجة إلا قضاها. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق أبي الفضل العباس عليه السلام أن يقضي حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة، يفرج عن المكروبين. اللهم نقسم عليك بحق أبي الفضل العباس، كثير من إخواننا سألونا الدعاء وحالتهم الصحية تعبانة، إلهي نقسم عليك بأبي الفضل العباس شافي وعافي كل مريض، سيما من سألنا الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.